87% من المتحرشين بالأطفال هم من الدايرة القريبة جدا للطفل، فممكن يكونوا من القرايب، من المدرسين، من المدربين في الرياضة، في أي رياضة، سباحة، كورة، أي حاجة زي كده. ممكن يكونوا من المدرسين في المدرسة. ففكرة إن الشخص اللي بيتحرش أو الأطفال ده دايما غريب، دايما بعيد، لا، ده 87% من اللي بيتحرشوا من الأطفال ده بيكونوا أشخاص معروفين للطفل ومن الدايرة القريبة. طيب أعمل إيه عشان أحمي طفلي إن هو ما يتعرضش لتحرش أو أي إيذاء جنسي؟ الفيديو ده ليكي. اهلا بكم في اسلوب حياه، معاكم رشا. النهارده هنتكلم عن اهم الطرق اللي ازاي بكون بعملها مع الطفل بتديه حمايه ان هو يتعرض، يحميه من ان هو يتعرض لتحرش او اي ايذاء جنسي. اهم الخطوات اللي بعملها مع الطفل، سواء انا امه او والدته او والده، او سواء انا مدرس او مدرسه بتعامل معاه، مهم جدا اكون بعمل توعيه للطفل. بقول له ايه الصح ايه الغلط، بديله توعيه على حدود جسمه، بوعيه ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، مين يشوف جسمي مين ما يشوفش، حدود جسمي، بعلمه حدود جسمي ان المنطقه اللي مغطيها المايو دي ما فيش حد يشوفها خالص او يلمسها. ففكره ان اكون بوعي الطفل ايه الصح وايه الغلط، يعني هو مش مولود من بطن امه عارف ايه الصح وايه ينفع ايه وما ينفعش ايه. فكره ان انا بتكلم بيه وبوعيه ده بيكون بيديله حمايه كبيره جدا. الفكره برضو ابتدي اوعيه من امتى؟ التوعيه من اول ما الطفل يبتدي يتعلم الكلام او يبتدي يمشي او يبتدي الادراك عنده او يفهم شويه. انا بقول له ايه؟ بقول له ده اكل، ده ميه، ده اول ما يبتدي يفهم المصطلحات انا برضو بوديه بعلمه توعيه عن جسمه وحدود جسمه وازاي ما ينفعش يعمل ايه او يعمل ايه. فكره التوعيه بتحميه جدا جدا من ان هو يتعرض لاي اذى. كمان الخصوصيه، انا كأم او كأب بحترم خصوصيته، ان هو مثلا ما ينفعش يقلع قدام حد او حتى قرايب او كده. ففكره ان انا بكون بحترم خصوصيته ونكون احنا كأسرة بنحترم خصوصية بعض، ده بيعلم الطفل وبيحميه جدا من ان هو يتعرض لاي تحرش. تاني نقطة بعلمها للطفل ان مفيش حاجة اسمها اسرار، مفيش اسرار نكون بنخبيها عن بابا وماما. في فرق جدا، اكون بفهمه فرق جدا بين الاسرار وبين المفاجآت. يعني في فرق جدا، انا هعمل مفاجأة لماما، هجيب لها هدية، فانا مش هقول لها دي مفاجاه، انا هعمل لها مفاجاه. لكن فكره سر دي دايما الفكر اللي بيتبع او الكلمه اللي بيتبعها الشخص اللي بيأذي الاطفال، يقول له ده سر بيني وبينك ما تقولهوش لحد. لا، الفكره انا بكون بعلم الطفل مفيش اسرار تستخبى عن بابا وماما. وفي فرق جدا بين فكره مفاجاه وفكره ان ده فيه سر. فمفيش اسرار خالص نخبيها عن بابا وماما. تالت نقطة، أكون بتكلم مع الطفل. يعني لو قضى وقت مع حد، وبالأخص لو قضى وقت مع حد وحده، أكون بتكلم معاه أخبار الوقت إيه، استمتعت فيه، في حاجة ضايقتك، في حاجة مش مستريحاك فيه، أخبار الوقت إيه الممتع فيه، إيه الحاجة اللي مضايقك فيه. فأكون بفتح مجال وأتكلم عن الوقت اللي قضاه هو بعيد عني، هو في الحضانة، أخبار الوقت إيه، في حد ضايقك، عمل، يعني أكون بحكي في يومه. ده بيخليه لما بفتح مجالات كل وقت كده ان اتكلم عن يومه قضى وقته ازاي، ده بيساعده ان هو لو حد ضايقه يكون بيتكلم معايا. رابع نقطة ودي مهمة جدا، اكون بعلمه ازاي يكون بيعبر عن مشاعره. يعني زي ما اكون بعلم الطفل ان مثلا المية دي انبوه، الاكل ده مام، زي كده. يعني زي ما بنبتدي نعلم ان الطفل يعبروا عن احتياجاتهم الاساسية في الاكل والشرب، انا محتاجه اكون بعلمهم ازاي يعبروا عن مشاعرهم. يعني ازاي لما تحصل معايا حاجه دي انا بكون متضايقه، يعني الحته دي معناها متضايقه، يعني معناها زعلانه، معناها مش مستريحه. اكون بعلمهم، بيكون بيتعلموا يعبروا عن مشاعرهم، يعبروا ان هم يقولوا لا لما يكونوا مش مستريحين لحاجه. لا، انا مش مستريح الحته دي، انا مش عايز الحاجه دي، انا مش حابب الامر ده. فيكون اساعدهم يكونوا بيعبروا ويتعلموا ازاي يعبروا عن مشاعرهم. دي نقطه مهمه جدا جدا، وبتساعدهم ان هم لما بيتضايقوا يقول انا متضايق، انا مش مستريح، انا مش مبسوط، انا الحته دي خانقاني.
لا انا مش عايز. فاكون يعني ايه، اوقات كتيره جدا بنتضايق ان عيالنا بيقولوا لا لا، ونقعد نكبتهم او نزعق لهم او ما تقولش لا. لا، يعبروا عن مشاعرهم، يعبروا عن اللي جواهم. ده بيكون بيديهم ثقه في نفسهم، يعني يديهم ان هم بيبقوا عارفين يقولوا لا، عارفين يعبروا عن اللي جواهم. رقم 5، أكون لازم بعلم طفلي إن هو قبل ما يتحرك لأي مكان، حتى لو حد قريب، حتى لو حد معرفة أو حد قريب ليا أو حد صديق ليا أو حد كده، لازم يستأذن. مهما كان الشخص اللي هيكون بيروح معاه أو يتحرك معاه، لازم تيجي تستأذن بابا وماما أو تستأذن الكبير المسؤول عنك. أنت هتروح فين ومع مين؟ لازم فكرة الاستئذان وتيجي المبدأ ده لازم أكون بعلمه وأكد عليه إن هو يكون بيعمله ويطبقه. رقم 6، ودي بحسها فيصلية جدا وحاجة أساسية جدا، إن أنا أعرف طفلي وأقول له أنا في صفك، حتى لو أنت غلطت أنا معاك. حتى لو حد ضايقك، ولو أنت غلطان ما جيتش قلت لي وعملت تصرف غلط، تعالى قول لي، أنا مش هلومك، أنا في صفك. والحقيقة دي دايما أنا بحب أكررها دايما لبناتي، بقول لهم حتى لو غلطتوا أنا معاكم، أنا في صفكم، أنا مش هلومكم. ففكرة إن هما يكونوا عارفين إن بابا إن ماما هما سند ليا، إن أنا حتى لو غلطت ورحت لهم هما في صفي. الفكرة دي فيصلية جدا جدا، ان دايما الشخص اللي بيأذي الاطفال بيقول لهم ايه؟ ما تقولوش لبابا، ما تقولوش لماما، عشان هيضربوكم، عشان هيأذوكم، عشان هيعاقبوكم. فكرة ان هو دايما متهدد، عندي تهديد ان هو لو قال لبابا وماما هيتعاقب. فاكون انا كأب او كأم او مسؤول، انا بعرفه من قبلها انا في صفك، حتى لو انت غلطت انا معاك. الفكرة دي فيصلية جدا، وبتساعد جدا اطفال حتى لو حد فكر يأذيهم، هم بيتعلموا ان هم يجروا لبابا وماما ويقولوا لهم على طول، ما يكونوش واقفين او خايفين من ان هم يفضحوا او يقولوا الشخص اللي بيأذيهم. وعند النقطة دي هستأذنكم بس هقرا معاكم جملة جميلة جدا عجبتني في كتاب اسمه إغواء الأطفال. الجملة دي بتقول ايه؟ أأمن طفل هو الطفل الذي يعرف إنه يستطيع جلب كل مشاكله وقلقه ومخاوفه إلى والديه، ومن يقومون برعايته دون تأنيب أو انتقام. إن أأمن طفل هو الطفل اللي بيعرف ياخد كل المخاوف اللي جواه وكل الحاجات اللي قلقاه ليه والديه أو الأشخاص اللي هم قايمين برعايته، دون ان هو يكون حاسس بقلق او خوف او ان هو هيتعاقب. ده أأمن طفل، اللي هو متعلم الحتة دي، ان هو عارف الحتة دي. ده اكتر طفل هو بيكون في امان ان هو يتعرض لإذاءات. رقم 7، مهم قوي اكون بعرف الطفل ان هو لو مش مستريح لأي حد او مش حابب اي لمسة، اي حركة من اي حد، مهم قوي يعبر، حتى لو يعني حركه عاديه او لمسه عاديه، بس هو مش مستريح لها، من حقه يعبر يقول لا. ولو حد اتمادى وفي ان هو يكسر حدود جسمه، يكسر حدوده، يلمسه لمسه مش ظريفه، لمسه مش صح، يكون بيقول لا. ولو استدعى الامر يزعق يزعق، مفيش مشكله. احنا بنقول للعيال ما تزعقوش ما تصرخوش عموما في العادي، لكن في الحته دي مسموح ليكم انتوا تقولوا لا، مسموح ليكم تزعقوا، مسموح ليكم تصرخوا، تقولوا وتزعقوا. فكأني بعلمهم مش كل وقت لا مش مسموح مش مسموح، لا، انا بعلمهم ان لو حد اتعدى حدوده معاك مسموح ليك تقول وتزعق وتصرخ وتعلي صوتك. لان الشخص اللي بيكسر حدودك ده شخص جبان، ده شخص خواف. بالعكس، هو هيخاف منك، انت اقوى وانت افضل وانت احسن وانت اقوى منه. رقم 8، اكون بشجع الطفل ان هو يلعب وسط مجموعه، ان هو يكون له اصحاب، حتى لو هو الى حد ما انطوائي مش اجتماعي. انا بقوم برعايته كأب او كأم كمدرسه، اكون بساعده ان هو يعمل اصحاب، يعمل دايره، يكون يدخل في دايره اجتماعيه، يكون له اصحاب سند ليه. لان دايما الشخص اللي بيأذي الاطفال، اكتر اطفال هو بينجذب ليهم او بيكون حاطط عينيه على الاطفال اللي هم بيلعبوا وحديهم، اللي هم ما لهمش اصحاب، لان هو انطوائيين. وده انا هعمل له حلقه وحدي
ايه بتكون اكتر اطفال معرضه ان هي تتعرض للتحرش. ده هكون بفرد لها حلقه وحديها. بس عموما نقطه مهمه ان انا اكون بعمل وقايه لطفلي، ان انا بكون دايما بساعده ان هو يلعب مع دايره اصحاب، ما يلعبش وحده، يكون ليه اصحاب ودايره قريبه ليه من الاصحاب. ده بيكون بيساعده وبيحميه ان هو يتعرض لاي تحرشات. رقم 9، مهم قوي اشتغل على الصوره الذاتيه بتاعه الطفل. ايه هي الصوره الذاتيه؟ صورته عن نفسه، ان انا دايما اقول له كلام ايجابي. انت شاطر، انت ذكي. اكون بشوف النقاط القوه اللي فيه واقولها له وامدحه فيها. فدي كاني يعني دايما الطفل بيشوف نفسه في صوره، في كلام باباه وكلام مامته، تصرفاته معاهم، تصرفات المدرسين معاه. فكانه بيشوف نفسه في الصوره اللي باباه ومامته واللي حواليه بيقولوها له. مهم قوي اشتغل على الصوره دي، اكون كل ما اقول كلام ايجابي وكلام حقيقي واشجعه، ده بيديله ثقه في نفسه جدا. فمهم جدا جدا الصوره اللي عن نفسه، انت قوي، انت شاطر، انا مبسوطه منك في الحته دي. فاشتغل واشجع على قد ما اقدر. رقم 10، مهم جدا انا اكون بقضي وقت مع الاطفال، بكون بقضي وقت معاهم. الفكرة ان الطفل يكون حاسس بوحدة، ان هو وحيد، ان هو مش لاقي حد يتكلم معاه، مش لاقي حد يلعب معاه، مش لاقي حد ونس ليه. ده بيكون بيعرضه اكتر ان هو يكون بيتعرض للاذى. رقم 11 ودي اخر حاجة، مهم جدا اكون انا كوالدين او كمسؤول عن الطفل، اكون ببقى عارفة ايه هي المعالم او ايه هي الاعراض اللي انا لو شفتها على الطفل اكون بحس ان هو متعرض لتحرش او ايذاء. ودي انا عايزه هفرد لها حلقه وحديها جدا، ان فيها كلام كتير. فاستنوا بس الحلقه دي. ويا رب تكونوا لو وصلتوا لغايه هنا. لو انت حد مهتم قوي ان تكون بتوعي كل اب وكل ام وكل مسؤول عن طفل، ممكن تشير الفيديو ده معاهم، عشان انه اوصل الفيديو والتوعيه دي لكل اب ولكل ام تكون بتحمي ولادها من التحرش. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.